عاوز تتخلص من كرشك بجد؟ تعال أقولك على الكلمتين الصح من غير ضحك على الدهون. الكرش ده مش لغز، هو ببساطة دهون متخزنة على أعضائك وتحت الجلد. طب الدهون دي جت منين؟ جت من الزيادة من أكل الكارب والبروتين والدهون اللي جسمك مش محتاجهم، ولأن قدرة الجسم على تخزين الكارب والبروتين محدودة جدا، أي زيادة منهم بتتحول لدهون وتتخزن في الخلايا الدهنية. ولكن أول ما الخلايا الدهنية تتملي، جسمك يبتدي يدور على أماكن تانية يخزن فيها الدهون، ومن هنا يتولد الكرش اللي مش عايز ينزل. طيب إيه الحل؟ أنا كريم إمام، طبيب بشري ومتخصص في التغذية الصحية، بقدم محتوى علمي مبني على دلائل علمية، وبقولك الحل في إن الدهون دي لازم يحصل لها أكسيديشن، يعني الدهون تتحرق وتتحول لطاقة جسمك يستخدمها بشوية تمارين بسيطة تعملها في البيت، في الشغل، في الشارع، مع نظام غذائي بسيط جدا ومتنوع ما فيهوش حرمان، بيديلك احتياج جسمك من الطاقة ويمنع تخزين دهون من جديد. الخلاصة، مفيش سحر، مع النظام الصح والحركة دهون البطن تتحرق وتقل تدريجيا. اكتب كلمة كرش في الكومنت وهبعت لك جدول التمارين اللي يحرق دهون البطن.